السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد من اقتراحات العيد. اليوم جيت حضرت معكم غريبة بالسميدة والمذاق الليمون، فتجي واحد الغريبة هائلة كتحضر في دقائق معدودة، كذلك تجي بنينة بزاف، والاهم ما تحتاجش منها وقت نهائيا. بالنسبة للناس اللي مازال ما خدموا الحلوات العيد فهذه تتحضروها في الايام الاخيره ديال العيد، ما تحتاجش منكم وقت وما نطولش عليكم. نبداو على بركه الله. اول حاجه نبداو بها هي جوج بيضات. درت هنا جوج بيضات في القصريه، فانا نخدم يدويا، نخدم بيدي هاد الحلوه هادي. تقدروا تخدموها بالطراب عادي، تقدروا تخدموها بالطراب كذلك ديال الطراب الكهربائي او الطراب اليدوي، حتى تندمج لكم العناصر وتخدموا بيديكم، او تبقاو تخدموا بمعلقه على طول. العمليه هادشي اللي كاين. المهم في اي حاجه ترتاحوا خدموا بها. ونبداو على بركه الله. عندنا هنا جوج بيضات، عندنا قبيصه الملح، عندي كذلك نص كاس ديال السكر سنيده. نخدموا هاد العناصر جيدا. وبعد ما دخلنا هاد العناصر مزيان في بعضياتها نحسوا بان السكر داب، نضيفوا نص كاس ديال الزيت. وبعد ما ضفنا الزيت، عفوا سمحوا لينا على الصداع اللي كان صدر في الفيديو، فنخلطوها جيدا مع العناصر. ونضيفوا كذلك كاس الا ربع ديال الليمون، عصير الليمون. فانا تنخدم ديما بنفس العباره بنفس الكاس. عندي كذلك كاس ديال الكوك، ونضيفوا كاس ديال الكوك، عفوا كاس ديال السميده رقيقه بعد ما ضفنا كاس ديال الكوك. نضيفوا كذلك خماره ونص من فئه 7 غرام. ندخلوها مع هاد العناصر. وبالنسبه للكاس الثاني نضيفوه تدريجيا. فضروري الخليط ما يكونش قاصح بزاف، فراه السميده كما تتعرفوا عليها تترجع تتشرب. وهكا تنكونوا خدمنا بجوج كيسان. نقسموا هذا الخليط على جوج باش نخرجوا من هذه الحلوه هذه جوج شكال. نضيفوا معلقه الكاكاو لهذا الخليط هذا.
ندخلو هاد الكاكاو مزيان في هاد العجين. ونبداو نشكلو كرات. بهذا الشكل هذا. يكونوا متوسطين، ما يكونوش كبار بزاف، فمع الخميره تيزيدوا تيكبروا. نوضعوهم بحال هكا في السكر كلاصي، ومن بعد في الاناء في طاوه الفران نحاولوا نزولوا ليهم هذاك الزائد ديال السكر. ونحطوهم بطبيعه الحال يكونوا مبعدين باش ما يلتصقوش مع العمليه ديال الاختمار، تيلتصقوا لينا الا كانوا قراب. نستمروا على الطريقه هذه ونرجعوا معكم، ونستمروا على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا نصف العجين اللي بقى هكاك ما فيش الكاكاو، ندخلوا ليه انا هذه الطريقه باش نخدمها. كتقدروا تخدموا كما قلت لكم بمعلقه هكا تنرتاح يدويا. هكا هاد الخليطه وشكلنا كرات متوسطين في الحجم، ونستمروا على هذا المنوال هذا. تندخلوا فيها سكر كلاصي مزيان ضروري، ومن بعد تنسوسوها من داك الزائد ديال السكر. ونضغطوا عليهم بالابهام ديالنا هكا. ما نضغطوش بزاف، نحاولوا نضغطوه شويه باش نساعدوها باش تشقق. ما نحاولوش نضغطو تاني بزاف باش ما تعطيناش واحد الشكل مسطح. وانا خدمتها في درجه حراره اللي هي كبيره، راه بدات تنشف معايا. تحاولوا تخدموها في شي بلاصه اللي تكون دابا هاد الحراره كما تتعرفوا راه تنشف الحلوه. نستمروا على هذا الشكل هكا. وندخلوها للفران ديال الغاز، نديروها من التحت تكون العافيه جايها من الفوق حتى تشقق. نتمنى الفكره تكون وصلت بالنسبه للناس اللي ما تيخدموش بالفران الغاز، والناس اللي تيخدموا بالفران العادي ديال الضوء. فديروها على درجه حراره 180. رجعت لكم التقديم النهائي. فكما تتشوفوا معايا هكا تتجي الغريبه ديالنا، تتجي شي حاجه اللي زوينه. هذيك السميده كما تعرفوا تتماشى مزيان مع المذاق ديال الليمون. كذلك بالنسبه للشكل الاخر اللي درناه زدنا فيه المعلقه ديال الكاكاو، فكذلك المذاق الكاكاو تيتماشى مع الليمون. نضمن لكم المذاق من عندي تتجي واحد الحلوه رائعه. واللي مهم انها ما تاخذش منا مقادير كثيره، كذلك ما تاخذش منا وقت كثير. فتحضروها في الايام القليله ديال اللي بقات للعيد، ما تشدش معكم وقت نهائيا، تنأكد عليها. جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم التجربه اكيد. وهذا الشيء اللي كاين ما تنساوناش من لايك واشتراك. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ولا عجباتكم كتبوا لي شي تعليق زوين فضلا منكم وليس امرا. تجي واحد الحلوه هشيشه كما تتشوفوا تدوب في الفم. دعمونا اكيد ان شاء الله بتعليقاتكم وبلايكاتكم، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاهل والاقارب. وعيد مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.